يعني في اللغة يقولون إن أول من قال كلمة مرحبا هو سيف ابن ذي يزن. قالوا إنه هو أول من قال مرحبا. وابن ذي يزن في فائدة تاريخية كذا سريعا أقولها لكم. يقولون إن ذا يزن كان يسكن في اليمن، وكان قومه نصارى، وإن ذا يزن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث نبي، فسأل أين يكون؟ فقالوا يهاجر إلى بلدة صفتها كذا وكذا، وذكروا له صفات المدينة. فمضى هو مع جيشه حتى وصل إلى المدينة نزلها ترقبا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى ينصره. يقول أنا بجلس هنا بجيشي حتى أول ما يهاجر هالنبي إليها أنصره وأقيم معه دولة. فتقدمت به السنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أصلا إلى الآن، لأنه كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة. يقولون فجاء، وكان ذا يزن يسكن في بيت، يعني وكان ذو يزن يسكن في بيت، فجاء وكتب على هذا البيت وقف ينزل فيه النبي إذا هاجر. ثم رجع إلى اليمن، جلس ينتظر وهو عنده دولة هناك لابد يعني أن يقوم بها. كتب على هذا البيت من ذي يزن ينزل به النبي إذا هاجر، ثم عاد إلى دياره. وتوفي ذو يزن ومضت السنوات، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعرض نفسه على أهل الطائف بهاجر إليهم، وحصل له ما حصل مع أهل الطائف حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما دخل بناقته إلى المدينة أقبل إليه بنو النجار أخواله وقالوا هلم إلينا، انزل في ديارنا. المدينة فيها قبائل وأحياء، كل قبيلة في حي. قالوا هلم إلينا انزل في ديارنا. قال دعوها إنها مأمورة، الناقة في مكان هي تتوجه إليه من نفسها، اتركوها. ومضت الناقة حتى بركت عند بيت لم يكن لرجل من ملوك المدينة ولا من علمائهم ولا من كبار تجارهم ولا من قادتهم، عند بيت رجل من عامة الصحابة. حتى لما نذكر الآن مثلا 10 المبشرين بالجنة لا يذكر اسمه معه، الخلفاء 4 لا يذكر اسمه معه، تذكر من قادوا الحروب لا يذكر اسمه معهم، لكن جاءت الناقة وبركت عند بيته، وهو من؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. والعجيب أن بيت أبي أيوب الأنصاري هو نفس البيت الذي سكنه ذو يزن، نفس البيت. هذا كلام جمع من المؤرخين، قالوا نفس البيت الذي كان فيه أبو أيوب حسب ما اطلع عليه من وصف لبيت ذي يزن وموقعه من المدينة وبعده عن جبال معينة وكذا، قالوا هو نفس البيت الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. ولذلك نزل صلى الله عليه وسلم ترى فترة يسيرة عند أبي أيوب، ما سكن عنده طول عمره، سكن عنده صلى الله عليه وسلم وقتا يسيرا حتى يعني بني له صلى الله عليه وسلم مسجده وبني بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج من عنده. لكن هذا فيه دليل على أن النية الصالحة إذا الإنسان نواها وصدق مع الله عز وجل وعلم الله تعالى منه صدق النية فعلا، أن الله جل وعلا يتمم له ما أراد. المقصود أن أول من قال مرحبا هو سيف